بص يا ابني انت وهو، احنا فاضل لنا ماتشين ونتأهل كأس العالم. ماشي. مش عايزين علوية. مش عايزين علوية، كلمة سهلة جدا وكلمة لفظ يا عم، لو معتبره وسخ انا اشيد انسان وسخ. انا مش عايز علوية. عايز ماتشين نكسبهم، بوركينا فاسو اثيوبيا، نكسبهم ونخلص. عشان انا كل توقف دولي بحس ان انا في هنا حموضة وهنا في وجع في الناحية الشمال هنا، من التصريحات والخناقات والبهدلة والشتائم على السوشيال ميديا وبره السوشيال ميديا، والحضري يقول ايه وشوبيري يقول ايه واحمد حسن يقول ايه ومحمد بركات يعمل ايه ومحمد شوقي يعمل ايه. انا على هنا، انا خلاص انا بقيت هنا منكم. فبالتالي مش عايزين نتأهل في الجولة العاشرة او ما نتأهلش خالص، ساعتها تبقى كارثة اصلا. اتمنى ان احنا كلنا نقف في صف واحد ورا منتخب مصر، لا مصالح ولا اي بتاع. واتمنى ان شاء الله باذن الله، لو حتى يعني ان شاء الله مش حتى ان شاء الله نبقى وصلنا كاس العالم يعني. اتمنى مبقاش في خنصره في التيشيرتات، اتمنى ان انت ايه، الكلام بتاع 2018 ده احنا كلنا عارفينه ما يحصلش تاني ولا حتى قريب منه، والمنتخب يتمرن عادي، ما يبقى ما يخشش النجوم والنجوم الفني يسلموا على اللعيبه زي محمد صلاح كان بيقول، ولا الحاجات دي كلها. تمام. احنا عايزين كوره، نلعب كوره ونحاول نكسب ونكسب او ما نخسر، المهم ندينا حاولنا. اكتر من كده بلاش، مش عايزين يعني اعتقد المصريين كلهم مش عايزين، واعتقد ده بان جدا في كل البطولات اللي بعدها ان منتخب مصر الجمهور المصري ما بيروحش يحضر ماتشات المنتخب، لان انا جاي كده عارف ان انتوا شويه علوق اصلا. اروح اتفرج على مين؟ هو في حد فيكم عدل؟ فمش عايزين يعني ايه، خلينا نفرح بعد اذنكم يعني لو ما فيهاش رخامه لمعالي وزير او معالي جناب مش عارف مين، او كابتن مش عارف مين اللي حببونا في الكوره واحنا صغيرين بتوع جيل 2006 لحد 2010. بعد اذنكم ما تطلعوش ميتين ابونا لو سمحتوا يعني.